طبعا في اسبوع العيد اهتمت الصحافه كتير قوي باللحمه وبالخرفان، وركزت الصحافه على خبر مهم جدا تقريبا نشر فيه غالبيه الصحف، خبر عن وصول الخرفان الى مستحقيها. نهضة مصر تناولت الخبر بطريقتها واتكلمت عن مشروع كبير للتوأمة بين خرفان مصر وخرفان اوروبا، وانه بموجب هذا الاتفاق سوف يقوم وفد من الخبراء، جماعه من الخبراء الاوروبيين هيجوا مصر لاعتماد صلاحيه الخروف بتاع العيد يعني. طبعا مش كده بس، لكن الدكتور حامد عبد التواب رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بيأكد ان الجماعة الاوروبيين هيقدموا دعمهم للبرنامج المصري المنفذ حاليا لترقيم وتسجيل الحيوانات المصرية، الحيوانات اللي بتتاكل يعني، ومن بينها وعلى رأسها طبعا خروف العيد مناسبة عيد الأضحى، كل سنة وانتم طيبين. أكيد التوأمة دي هينتج عنها خرفان ما بتخرفش ولا بتخرمش الميزانية، لحمة معتبرة، توأمة مع أوروبا بقى. ومناسبة العيد كمان يبدو انه عيدية الاطفال بعد كده هتكون كيس دنانير، فاكرين الافلام بتاعت زمان كده لما يرمي له كيس الدنانير؟ هو هتبقى كده بعد كده. رئيس مصلحة سك العملة اعلن في الاخبار عن طرح 115 مليون جنيه من العملات المعدنية الصغيرة. كتير بقى، فكة كتير، عارفين انتوا بقى الفلوس حزم حزم رزم رزم غير الفكة والملاليم، اختفت الملاليم. المهم معظم الاطفال طبعا احنا عارفين ما بيحبوش العملات الصغيره دي يعني الفكه دي، يحبوا الورق، حتى الكبار كمان يعني. عشان كده الخناقه اللي نشرت عنها الاهرام دليل على انه ما فيش حد كتير قوي بيحب الفلوس الفكه. الاهرام اتكلمت عن خناقه بين راكب في اتوبيس وبين كمساري تحت عنوان العمله المعدنيه مرفوضه احيانا. الراكب رفض انه ياخد باقي الفلوس عملات معدنيه، واتخانق بقى مع الكمساري، وهات يا خناق وضرب، هي المواصلات ناقصه اصلا يعني يا عم، ورق فكه اي، المهم ان في فلوس. لكن برضه رئيس مصلحه سك العمله نفى ما اعلنته الوفد عن نيه المصلحه في طرح 5 جنيه و10 جنيه عملات معدنيه خلال هذا العام والعام اللي جاي. مفيش 5 جنيه هتفضل ورق، تفضل ورق يا جماعه، ورق معدن اي حاجه بس يكون فيه يعني. طب هاتوها معدن، والله الناس هترحب بيها معدن، والاشياء تبقى معدن. عموما مصر بلد القوانين، لما تصدر قوانين في مصر هتلاقي دايما الناس بتدور على طريقه عشان تخترقها، لكن في برضه ناس بتدور على الطريقه اللي تستفيد بيها من القوانين. من بين القوانين اللي موجوده قانون بيمنع التدخين في الاماكن العامه، القانون موجود لكنه لا يفعل. ادخلوا اي مصلحه حكوميه ولا مكان عام ولا مكان مغلق هتلاقوا الدخان اكتر من الناس. عموما روزا اليوسف نشرت منذ ايام ان وزاره الماليه اكتشفت انه مواد القانون يمكن ان تساهم في زياده موارد الدوله. ازاي بقى؟ هيتم تفعيل مواد القانون في الاماكن اللي فيها مصالح حكوميه، واي مدير هيدخن هيدفع 1000 جنيه، الموظف 50 جنيه. والله كويس، المدير بقى لما يدخن شوفوا كام نفس بقى، نفس هيقف بكام يعني؟ 1000 جنيه اي سجاره، اي مدير هيتظبط 1000 جنيه، الموظف 50 جنيه. ما نشوف اللي هيحصل. عموما في قوانين كمان بتحارب قوي تلوث البيئة، لكن بعد ما التلوث البيئي ضرب في البلد بالشكل ده وبدأ يهدد حياة المواطنين ويؤثر على حالة الاقتصاد وخصوصا كمان السياحة، نشرت نهضة مصر احد ارقام التلوث اللي بتقول اننا بنهدر سنويا 400 مليون دولار في معالجة مخاطر التلوث اللي بيصيب سنويا 13,000 مواطن بالامراض. 13,000 مواطن يصابوا سنويا بأمراض تتعلق بالتلوث، وبنصرف 400 مليون دولار بنهدرها عشان نعالج مخاطر التلوث. طب ما نبطل تلوث أصلا يعني ونوفر الفلوس، تيجي ورق بقى، تيجي معدن، أي حاجة. روزا اليوسف بدورها نشرت قائمة عقوبات جديدة للملوثين،
وقالت انه الحبس سنة والغرامة 100,000 جنيه هي عقوبة الصرف في النيل، بينما تصل عقوبة حرق قش الرز الى 20,000 جنيه. شوفوا حرقنا قش قد ايه بكام؟ 20,000 جنيه. الدولة لمت كام 20,000 جنيه بقى؟ المواطنين اللي شموا الدخان. ومن أغرب الأرقام اللي نشرتها صحافة هذا الأسبوع ما ذكرته الأخبار إن المصريين ينفقون سنويا 200 مليار جنيه على الأكل. بناكل يا جماعة ب 200 مليار جنيه. مش هنعلق بقى، يعني 200 مليار جنيه يعني الناس برضه لسه عايزة تاكل يعني، وعايزة فلوس تجيب بيها أكل. روزا اليوسف اهتمت بنشر تفاصيل حملة لإحدى جمعيات المجتمع المدني لمواجهة العنف في المدارس. الصحافة مليانة بقى كلام على العنف في المدارس، تقريبا ده بقى ايه، هيعملوه باب ثابت يعني. اكتشفت الأخبار تصريحات جديدة لوزير التربية والتعليم الدكتور يسري الجمل، اللي قال إن سيتم التصدي بحزم للعنف في المدارس. امال لو ما كانش فيه تصدي بحزم كان ايه اللي حصل؟ يعني كل ده بيحصل وفيه تصدي بحزم. طب لو ما فيش تصدي بحزم ولا من غير حزم كان حصل ايه؟ عموما هيبقى فيه تصدي بحزم ان شاء الله. ما اصل انا خايف بقى تصدي بحزم ان الحاله تفضل زي ما هي كده. في حلوان مثلا ما فيش ضرب، في كلاب. خبر نشرته روزا اليوسف بيقول ان الكلاب الضاله بتهاجم الطلبه في حلوان، والغريب ان احد المسؤولين برر هجوم الكلاب على الناس اللي ماشيه في الشوارع بان له فايده في مطارده الطلبه الحبيبه. طب افرض مش طلبه، ناس كبار، واحد وزوجته كده نازل يشم شويه هوا ولا حاجه، جريت بقى ورا الكلاب، بقى يعمل ايه؟ اي حد بقى يخلي باله من الكلاب بقى في حلوان، تحرين. او يطلع بقى كارنيه طالب، يقول له طالب، يقول للكلب انا طالب، خلاص الكلب هيعضه. يقول له انا مش طالب، الكلب هيسيبه. ونشرت الاهرام عن واقعة أخرى في مدرسة في محافظة البحيرة. 6 تلاميذ حرروا محضر ضد الناظر لأنه الناظر يعني منعهم من دخول المدرسة ومعاهم أجهزة موبايل. الطلبة كانوا عايزين يدخلوا المدرسة بأجهزة موبايل، الناظر ما رضيش، راحوا عملوا محضر. يعني عارف جر شكل بقى. وفي هنا تحديدا في مدرسة فرشوط الإعدادية نشرت الأخبار حكاية التلميذ اللي ندى ابوه وعمه ودخلوا على المدرس وهات يا ضرب. المدرس كان عاقب التلميذ وضربه بالعصايه لانه ما عملش الواجب. اللي ما عملش الواجب اتضرب التلميذ، فالتلميذ ندى بقى العيله عشان تضرب المدرس. دي حكايه. الجمهوريه من جانبها عرضت واقعه اخرى جرت في العمرانيه، حيث تبادلت مديره المدرسه اللكمات مع التلميذ وامه. يعني رياضات عنيفه في المدارس، مفيش رياضه في المدارس بس في بقى ضرب، دول بيضربوا دول ودول، الطلبه بتضرب المدرسين والمدرسين بيضربوا الطلبه والاهالي بيضربوا المدرسين والمدرسات بيضربوا اهالي الطالبه، يعني شغلانه. بعيدا عن الضرب في المدارس ولكن نستمر في العنف، ولكن هذه المره مع العنف ضد المراه. نشرت الأخبار حصاد ندوة عقدت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وانتهت الندوة بأنه القضاء على العنف هو مسؤولية المرأة. أهو ندوة فيها مجموعة سيدات يعني خبيرات ومن الشخصيات العامة في المجتمع اللي بيتكلموا كتير ويبحثن في أمور المرأة والقضايا التي تتعلق بالمرأة، انتهوا إلى أن القضاء على العنف ضد المرأة مسؤولية المرأة، الراجل ملوش دعوة خالص. وجاء في الندوة أن المرأة الواعية المتعلمة القوية اجتماعيا واقتصاديا من الصعب أن يمارس الرجل أو أي حد العنف ضدها. يعني المرأة لما تبقى قوية اقتصاديا اجتماعيا علميا ثقافيا مفيش راجل يقدر يقرب منها. على اي حال ملحق اجازة في اخبار اليوم اكتشف روشتة جديدة لعلاج العنف ضد المرأة واي حاجة تغضب المرأة. الروشتة وهي نصيحة تونسية بتقول ان ممكن ان المرأة تواجه الاكتئاب على 1.5.
يعني اي ست تزعل شويه، يجي لها شويه اكتئاب، جوزها يزعلها، تتحزم وترقص، تقفل على نفسها طبعا يعني، وتقعد ترقص شويه، الاكتئاب هيروح، حالتها النفسيه هتهدى. لو تعبانه جسمانيا ولا معيطه ولا حاجه، هتلاقي نفسها بعد الرقص يعني ريلاكس خالص، سعيده وفرحانه ومبسوطه. ده الستات كده مش هيبطلوا رقص بقى. اهو كلام والسلام.